أكتوبر، الندوة التي نظمها الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بملحقة جامعة الجزائر 3 ببن عكنون. يقول بالعاصمة أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر عبد القادر طالب عمر أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب بمثابة تشبث الغريق بالغريق. وفرنسا لما طردت من إفريقيا وخاصة دول الساحل والصحراء يحاولوا يعوضوها بالتواجد مع النظام المغربي وخلق استراتيجيات استعمارية، ولكن مآلها الفشل مثل ما هو فشل الاستعمار الفرنسي في الجزائر. والنظام المغربي اليوم يواجه أوضاع داخلية تنبي بانفجار الوضع بسبب احتلاله للصحراء الغربية، وفرنسا أيضا تواجه انكسار وتردي في أوضاعها الداخلية والخارجية، وهو الغريق يستنجد بالغريق. هذا كما كشف السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر طالب عمر أن القضية الصحراوية حققت تطورا عقب قرار محكمة العدل الدولية. احنا في هذا اليوم الدراسي تعرضنا لآخر التطورات والمكاسب اللي حققتها القضية الصحراوية، وخاصة القرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، واللي نسف كل دعاية المغربية وأكد شرعية كفاح الشعب الصحراوي، وأنه المغرب لا سيادة له على الصحراء الغربية. غلق طرقات رئيسية ل6 أيام في الجزائر العاصمة لتنظيم عرض عسكري وما خلفه من معاناة وتساؤلات. خلف قرار غلق طرقات رئيسية ول6 أيام ابتداء من ليلة أمس الأحد ولغاية يوم الجمعة 1 من نوفمبر المقبل غضبا واسعا لدى سكان الجزائر العاصمة وزائريها الذين عانوا كثيرا اليوم في أول أيام هذا الغلق، وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ووقائع هذه المعاناة مع الازدحام الخانق وتعطيل مصالح المواطنين. وتم تبرير هذا القرار، قرار الغلق، بتنظيم استعراض عسكري ضخم بمناسبة احتفالات كبيرة في ذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية. وسبق قرار طرقات إلغاء وإعادة برمجة عشرات الرحلات للخطوط الجوية الجزائرية لنحو 10 أيام، مما أثار تساؤلات عن مدى منطقية هذه القرارات وتكلفتها المالية الكبيرة، وأيضا تداعياتها على يوميات المواطنين. وماذا تقول هذه القرارات عما تسمى بالجزائر الجديدة كما يصفها تبون، الذي يقوم بالتزامن بزيارة لمصر وعمان؟ يحدث في الجزائر الجديدة غلق للطرقات ووقف لحركة المرور من دون مراعاة مصالح المواطن وحياته اليومية. السلطات تلجأ إلى حلول سهلة لتأمين تنقلات مسؤوليها وزياراتهم الميدانية على حساب مصالح المواطن. فإذا تنقل الرئيس أو استقبل الرؤساء تغلق الطرقات لساعات طوال تحبس أنفاس الجزائريين بسياراتهم. السلطة لم تفكر يوما في حلول جذرية تخفف أزمة المرور وتسهل عملية التنقلات من دون انتهاك حقوق المواطن. تحسين النقل وتطويره لم يردا في اهتمامات السلطة قط، لا في حملاتها الانتخابية ولا في مخططاتها التنموية. تحسين وسائل النقل أحد أهم الحلول لتسهيل حركة المرور وتخفيف الضغط على المدن الكبرى، إضافة إلى مزاياه الأخرى في تخفيض فاتورة استهلاك الطاقة وحجم التلوث البيئي والتأخر والتسرب. تطور الدول ونموها الاقتصادي يقاسان بمدى تطور وسائل النقل فيها بإجماع خبراء ومختصين عالميا.
تسيير خطوط نقل عصرية عبر الطريق السيار وبحرية بانتظام من الولايات القريبة شرقا وغربا حل مثالي سيقنع آلاف الجزائريين بالتخلي عن سياراتهم وتفضيل النقل العمومي لأنه أريح وأسرع وأقل تكلفة. نواصل فقط المعلومة من جهتها. مديرية الطاقة والمناجم لولاية الجزائر العاصمة اتخذت خطوات تتماشى مع الحدث، حيث سيتم أو تم غلق بعض محطات الوقود المتواجدة في محور الاستعراض العسكري بداية من يوم الأحد اللي هو يوم البارح 27 أكتوبر. يعني البومبا تاع ليسونس وأيضا عن كما نقولوا خروبة ثاني راهي مغلوقة هذه الأيام. الناس اللي راهي متجهة إليها المسافرين اللي راهم جايين إلى الجزائر العاصمة، نقول لهم أنه أنهت مديرية النقل ولاية الجزائر العاصمة إلى كافة سائقي سيارات الأجرة والممارسين للنشاط على مستوى محطة خروبة ما بين الولايات والمستعملين لهذا المحطة أنه تم غلقها بداية من يوم الأحد.